فنانة عاشق صوتها الملايين وصاحبة تاريخ فني طويل، واحدة من أشهر مطربات العالم العربي اللي حققوا شهرة واسعة وصلت شهرتهم للعالم كله. الفنانة وردة الجزائرية اتولدت في 22 يوليو سنة 1939 وعاشت طفولتها في فرنسا. والدها جزائري الجنسية ووالدتها لبنانية، وفي طفولتها ما كانتش بتتقن اللغة العربية لأنها نشأت في فرنسا. وفي عدد نادر من مجلة الموعد اللي صدر 1975 اتكلمت وردة الجزائرية عن قصة اكتشافها وهي لسه طفلة في باريس، وكانت بتهوى الغنى من نعومة أظفارها، وكانت بتغني أحيانا في مطعم كان بيمتلكه والدها في فرنسا. واللي اكتشف صوتها وقدمها هو أحمد التيجاني اللي كان شغال في باريس في شركة ماركوني للإسطوانات، وكان شغال في القسم العربي بإذاعة باريس، وكان شغال في برنامج لتقديم مواهب الأطفال. وفي يوم قدم له الموسيقي التونسي زكي طريف طفلة صغيرة عندها أقل من 10 سنين كانت بتتمتع بمواهب غنائية كبيرة، سمعها تغني أغاني أم كلثوم في مطعم والدها في باريس. بعد كده راحت تجاني علشان يسمعها ويقابل والدها، ولما وصلت الطفلة من المدرسة طلب منها والدها إنها تغني، فنطت على الكرسي وغنت أغنية ما قالي وقلت له، وأعجب التجاني بموهبتها وعرض على والدها إنه يسمح لها بإنها تغني في الإذاعة، ووالدها وافق. بس كانت المشكلة الأولى اللي واجهت الطفلة إنها ما كانتش تعرف تقرأ ولا تكتب باللغة العربية، وكانت بتتقن اللغة الفرنسية وبس، فاضطروا لكتابة الأغاني العربية ليها بالحروف اللاتينية. وأدركت وردة بذكائها ضرورة إنها تتقن اللغة العربية، وبالفعل أتقنتها وغنت أول أغنية تونسية خاصة بها وطرحتها في اسطوانة وحققت نجاح كبير. وبعد كده غنت عدد من الأغنيات من تلحين المطرب اللبناني صابر الصفح، وغنت عدد من الأغاني الجزائرية والمراكشية. وخلال الفترة دي وقبل ما توصل لسن 11 سنة أتقنت غناء أغنية يا ظالمني لأم كلثوم وسجلتها بصوتها على اسطوانة لحساب شركة ماركوني. وبعد إعلان استقلال الجزائر سافرت وردة وعيلتها لبلدها، وكانت أول مرة تشوف فيها بلدها، وحست بحب كبير لوطنها وهي بتغني للعمال في العيد الرابع للاستقلال. وغنت وردة الجزائرية بعد شهرتها لكبار الملحنين منهم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، رياض السنباطي، وفريد الأطرش والموجي وسيد مكاوي وغيرهم. لكن ارتبط اسمها بالموسيقار بليغ حمدي عاطفيا وفنيا، وبدأت تعجب وردة ببليغ حمدي قبل ما تشوفه، وده لما سمعت أغنية تخنوه للفنان عبد الحليم حافظ من فيلم الوسادة الخالية. وجات لحظة اللقاء بينهم لما دعاها حلمي رفلة لزيارة مصر، فحست وقتها بالسعادة لأنها تقابل بليغ حمدي. وحكى الإعلام الراحل وجدي الحكيم إن شرارة الحب بينهم انطلقت مع اللقاء الأول بين وردة وبليغ حمدي لما راح لتحفظها أول لحن يا نخلتين في العلالي. وقال الحكيم إن بليغ حمدي قال له إن أول مرة يحس بحاجة مختلفة جواه، وده لما سلم على وردة. وأكد وجدي الحكيم إن بليغ راح معاه هو ومجدي العمروسي علشان يروح لخطبة وردة، لكن والدها رفض استقبالهم على باب البيت، وأصرت الأسرة إنها تجوزها من واحد قريبها، وبالفعل اتجوزته وأنجبت طفلين. وبعدت عن الفن مدة 10 سنين، وبعد سنين من ابتعادها سافر عدد من الفنانين المصريين للجزائر للاحتفال بعيد الاستقلال، وراحت وردة للقائهم في الفندق. وكان من بين الناس اللي حضرت هدى سلطان ومحمد رشدي وبليغ حمدي اللي مسك العود، وجات له فكرة أغنية العيون السود اللي كتب عدد من أبياتها في التوقيت ده. وبعد سنة ونص انفصلت وردة عن زوجها ورجعت لمصر وغنت العيون السود سنة 1972 اللي أكمل كتابتها الشاعر محمد حمزة بأفكار بليغ حمدي. وقال عنها وجدي الحكيم إنها جسدت قصة حب وردة وبليغ حمدي. وبعد رجوع وردة لمصر اتوجت قصة الحب دي بالجواز، واتجوزوا في بيت الفنانة نجوى فؤاد. وبالمناسبة دي غنى عبد الحليم حافظ أغنية مبروك عليك يا معجباني، واستمر جوازهم 6 سنين.